هنا غادي نركبو هاد البسيمات اللي كتشوف، هاد الرصاين. كل منطقة وكيفاش كيسميهم، كاين اللي كيقول ليه الجيد، كاين اللي كيقول ليه الرصاين، كله كيفاش كيسميه بطريقة سهلة وبسيطة. نركبوه جلد أصلي كيخدم لجميع الخيول. كيدومانديو صحاب البوريدة، كيدومانديو صحاب الكوتشي، عندك يعود عادي كتركب عليه. المهم جميع الجامات هاد الرصاين كيخدمو من جلد أصلي، جودة عالية. تكتشفوا معنا كيفاش غنركبو البزيم بطريقة سهلة وبسيطة. غنركبو ليهم البزيمات ديالهم. وشكرا للإخوان اللي متبعين هاد المحتوى، تحياتي لكم. الحمد لله عندنا جمهور كنثيقو فيه، برا على الناس اللي كيشوفوا الفيديو وما حاملين يشوفوا هادوك تا هما، شكرا لهم، تحياتي لهم. هنا طريقة سهلة وبسيطة يا أخي تركب بزيم، يقدر يتقتل عليك، تقدر ديباني راسك بأسهل طريقة. انت هاد البزيم عندنا واجد. غادي الفيديو ان شاء الله الماجي، حيت مكنبغيش نطول على الاخوان، كيفاش غنخيطو بزيمات وغنمونطيهم يكونوا جاهزين. وهنا راه ماكشي الجلد بالنسبه لليد ديال الانسان اللي هو سائق ديك العربه او داك العود، وكيبقى الكيد راه كيكون شي حاجه رصين، شي حاجه اللي كتحكم في العود، كيكونوا كتحكم على اليد بطريقه بزاف كيبقى كتستعمل اليد ديالك باش تجر باش هذا. هنا كطيب ليك اليد ديالك. الجلد كيحميه من الكزيمه، كيحمي من بزاف الامراض اليد، باش ما تصابش انت كديما كل نهار كتسوق ديك العربه اولا كل نهار كتركب فوق داك العود وخدام به. هنا كيكون واحد بالنسبه للجلد كيحمي اليد، ما كترباش الكزيمه في اليد، ما كيتربوش بحال شي نبيلات بزاف د الحوايج. هو كيكون واحد الحمايه لليد ديال سائق الحصان. وبزاف الناس كيكون ناض ليهم داك الحب في يدهم بعد ما كيديروا الثوب اولا الرصاين ماشي ديال الجلد، كينوض ليهم الحب في يدهم. ومن بعد ما كيستعملوا الرصاين ديال الجلد بحال هادو اللي كتشوف، ما كيبقاش دوك اثارات داك الحب وداك الشيء، ما كيبقاش. هنا راه غادي نخيطوهم ان شاء الله. كما كتشوف كتولي صنطه وحده، ما كيبقاوش. حنا ركبناهم من الديبار كل صنطه وحده، ودابا صنطه وحده. عندنا الخياطه نتشاركو معكم.